السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات سر الطبيعة مع بويسة. النهاردة هنتكلم على مشكلة الناس كتيرة جدا بتعاني منها، وبالذات وإحنا داخلين على فصل الشتاء، وهو مشاكل احتقان الجيوب الأنفية، زي العطس، الصداع، انسداد الأنف، صعوبة التنفس، حاجات بتخلي الحياة صعبة. بس ما تقلقش، يعني النهاردة هنتكلم على موضوع حلول طبيعية آمنة طبعا، آه، هتعالج لنا الموضوع ده. واخر الفيديو هتلاقي فيه وصفة ذهبية سحرية للعلاج النهائي لمشاكل الجيوب الأنفية. بس قبل ما نبدأ استأذنكم ان انتوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير وتشاركوا الموضوع عشان تعم الفايدة للناس كلها. طيب، اول حاجة هنتكلم عليها وهي ايه هي الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية دي عبارة عن تجاويف موجودة حوالين الأنف وحوالين العين. دورها الأساسي هي ترطيب وتنقية الهواء اللي داخل لنا جسمنا. لكن لما بيحصل فيها التهاب أو انسداد بتبدأ الأعراض: صداع مستمر، انسداد الأنف، إفرازات مخاطية زيادة، حاسة شم بتقل. طيب، حلها أو الالتهابات دي إيه سببها أو بتيجي منين؟ هقول لك حاجات كتيرة قوي. ممكن نزلات البرد المتكررة، يعني كل شوية بيجي لي برد. الحساسية موسمية زي ريح الخمسين، في الكلام ده كله مع شوية تراب بيعملوا حاجة زي كده. المناعة طبعا ضعيفة، التدخين، تلوث البيئة اللي حوالينا، وطبعا بيبقى اعوجاج الحاجز الأنفي. دي حاجة فسيولوجية بتتدخل فيها عن طريق الجراحة. طيب احنا كده يبقى العلاج بتاعنا مش مسكن. انا عايز اعالج الموضوع من الجذور، احل المشكله كلها. ما بقاش احط قش فوق النار والنار لسه زي ما هي. طب انا اطفي النار نفسها، وده الاهم. طيب، العلاجات المفيده او اللي احنا هنتكلم فيه او ايه هي الاعشاب اللي تفيدني في موضوع الجيوب الانفيه او مشاكل الجيوب الانفيه، هما هنتكلم على كام عشب اساسي، وهم تقريبا 5 اعشاب اساسيه معانا. اول حاجه الجنزبيل. الجنزبيل مضاد التهاب قوي جدا وبيمنع التورم داخل الجيوب الانفيه. طيب نستخدمه ازاي؟ بنستخدمه ان احنا بنعمل شاي جنزبيل، ميه مغليه بنحط عليها معلقه جنزبيل مرتين في اليوم. تمام. العشبه التانيه معانا النعناع. النعناع غني جدا بالمنتول، والمنتول ده بيفتح مجرى التنفس عموما. ف جميل جدا ان احنا نستخدمه، ان هو هيفتح لنا الناس اللي بالذات كمان اللي بتحس بضيق في التنفس ممكن تستخدمه. طيب، طريقة الاستخدام ازاي؟ حاجة من الاتنين: لا انا بشرب مع مية مغلية مع معلقة نعناع، اللي هو شاي نعناع زي ما بنقول، او ان انا بستنشق البخار اللي طالع من المية المغلية اللي بحط عليها نعناع. الاستنشاق بتاعها ده هيعالج لي تماما الجيوب الانفية، البخار اللي طالع ده. طيب، ايه تاني؟ الكركم. الكركم من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده عاليه جدا ومضاد للالتهابات كمان. طيب، طريقه الاستخدام ازاي؟ بنعمل بيها شاي، بناخد معلقه كركم صغيره على كوبايه لبن دافيه وبنقلبها كويس قوي وبنشربها مره واحده بس في اليوم. طيب، الحاجه الرابعه او العشب الرابع وهو التوم. ساعات بيبقى التهابات الجيوب الانفيه مصاحبه بعدوى بكتيريه. طيب، التوم ده مضاد بكتيري طبيعي وقوي جدا، بيحارب العدوى حتى ويمنع العدوى. طيب، طريقه الاستخدام ازاي؟ بناخد فصين توم، لا بنحطهم مع الاكل او نحطهم في شوربه. تمام. مره واحده طبعا في اليوم بتبقى كويسه جدا معانا. طيب، خامس عشب وهو البابونج او الكاموميل زي ما بنقول. ده بيقلل الاحتقان جدا وبينظم موضوع المخاط وبيعالج الاغشيه المخاطيه نفسها. طيب، طريقه استخدامه ازاي؟ برضو حاجه زي النعناع، ان انا بستنشقه كبخار او ان انا بعمل شاي بابونج، بس ده بيبقى قبل النوم بس عشان يبقى حتى يقلل الافرازات وانا نايم فاعرف انام بهدوء. طيب، الوصفه الذهبيه بقى اللي احنا بنتكلم عليها، وصفه لو احنا استخدمناها مرتين في اليوم لمده اسبوع هتلاقي النتيجه بتاعتك آه، ممتازه جدا، فعلا هتلغي حاجه اسمها مشاكل الجيوب الانفيه. هنجيب ميه مغليه ونحط عليها معلقه جنزبيل مطحون ومعلقه عسل نحل وعليهم نقطتين ليمون. هنشربهم مرتين، مره الصبح مره بالليل، بس ننتظم عليهم لمده اسبوع هتلاقي النتيجه ممتازه جدا وهتعجبك جدا، وهتلاقي الجيوب الانفيه عندك
غالبا ما فيهاش مشكله. خلاصه حلقتنا ان الجيوب الانفيه ممكن تتعبنا جدا، لكن الاعشاب اللي هي الطبيعيه اللي هتجيب نتيجه معانا زي الجنزبيل، النعناع، الكركم، الثوم، البابونج، بتعمل فرق حقيقي وفعلا بتعالج بدون كيماويات وبتجيب النتيجه باذن الله اللي ترضينا ان شاء الله. جربوا الوصفات اللي احنا قلنا عليها دي وشاركوا تجربتكم معانا في التعليقات، وما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده من سر الطبيعه مع ابو عيسى. السلام عليكم.